حوار على بعد 11 متر، داخل وائل وبيحط جول 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 جول. تقدم للنادي الاهلي، هدف اول للنادي الاهلي يقترب بقوه. النادي الاهلي يقترب بقوه من اللقب ويسعد الجماهير. الجمعه صخره الدفاع للنادي الاهلي بيضع الهدف الاول بعد تنفيذ امثل لركله الجزاء، بيحطها على يمين محمد العقباوي علشان ترتفع الاعلام الحمراء وتضيء الشماريخ سماء ملعب الكرية الحربية، ويتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. جماهيرنا دايما تلتزم. ادي واحده هات وخد حلوه، وادي التسديده واللمسه جول 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 جول. هدف تاني محمد بركات. محمد بركات نجم الحركات. محمد بركات نجم الحركات بيضع السطر الاخير والفول ستوب في القصه الاخيره، وبالاحضان وبالورود وبالهتاف بعد كوره هات وخد بيتقدم بيها محمد بركات، ويدوب لمسه من محمد ناجي جده، عدت راحت خبطت في القائم الايمن، ويتقدم المارد الاحمر بهدفين مقابل لا شيء. محمد بركات نجم النادي الاهلي. ادي ناصر صادق اهو، واحمد فتحي يلفها حلوه قوي، وهدف مين ده؟ شريف عبد الفضيل يضيف. النادي الاهلي بداها وائل ثم اكمل بركات، واللقطه الثالثه براسيه من شريف عبد الفضيل يكمل الثلاثيه ويزيد النادي الاهلي تقدمه في سينما وسير. اديته للعيبه، لان اللعيبه لما تشوفه واقف على الخط، واقف لهم على الخط، تبقى قمه اهتمامه بهذه المباراه وبادارتها الجيده. وده اللي بيبدع فيه مانويل جوزيه عن سائر المدربين الاخرين في ازاي في المواقف الصعبه جدا. دقايق وقت محتسب بدل ضائع تفصل النادي الاهلي عن اللقب. ودي تسديده حلوه وجول جول 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 خماسيه. تسديده حلوه غالي والله غالي. بقول لحضراتكم كان بيحاول، لا كانت لا على البال ولا على الخاطر، وحسام غالي بيضيف